السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء أبو المجد. هنعمل مع بعض النهاردة الحالة السهل اللذيذ ده بطريقة سهلة جدا وبسيطة، يتاكل سخن يتاكل بارد. عايز أقول لكم في كلتا الحالات طعمه حلو جدا وسهل وبسيط، مش هياخد من وقتك حرفيا ربع ساعة. ولو أولادك بقى مش بياكلوا البطاطا فهم بالطريقة دي صدقيني إنهم هياكلوا. يلا مع بعض كده نشوف المكونات وإزاي هنعملها بكل سهولة. اول حاجه معايا هنا كيلو من البطاطا، غسلتها كويس جدا وقشرتها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده. على البطاطا بقى هحط ايه؟ البطاطا معايا هنا مش مسكره لان هي لسه بادئه تطلع، يعني لسه مش في اوانها قوي. هحط عليها 3 معالق كبار من السكر، لو انت حابه مسكره عن كده زودي مفيش مشكله خالص. وهحط عليها بقى شويه من الميه، ميه عاديه جدا من الحنفيه، حوالي نص البطاطا كده ميه. وبعد كده ارفعها على نار هاديه لحد ما تستوي معانا كويس جدا. في الحله دي بقى هنعمل ايه؟ معايا هنا كوبايه من الحليب، هحط عليها معلقه كده من السكر. لو انت برضو حابه الحشوه دي تكون مسكره معاكي زودي السكر مفيش مشكله. وهحط كمان معلقه كبيره من الكاسترد، ممكن تستبدليها بدقيق، ممكن تستبدليها بنشا تعملي مهلبيه او تعملي بشاميل، مفيش اي مشكله خالص. هقلبهم مع بعض كويس جدا على البارد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هرفعها على نار هاديه لحد ما تتقل معانا تماما. بعد ما تتقل معايا بقى على طول كده في كيس تلاجة او كيس حلواني هبدا ان انا احط الحشوه بتاعتي بالشكل ده، واسيب الكيس مفتوح كده لحد ما تدفى معانا. هنا البطاطا خلاص استوت معايا تماما، اختبرتها بشوكه او بمعلقه كده لقيتها استوت. هحط عليها بقى 3 مكعبات من الزبده اللي هم حوالي كده معلقتين كبار من الزبده. الخطوه دي مهمه جدا، هتخلي طعم البطاطا معاكي في منتهى الجمال. هحط كمان معلقتين كبار من جوز الهند، لو مش حابه تضيفيه مفيش مشكله بس برضو بينقل الطعم في حته تانية خالص. وهبدا ان انا اهرسها بقى كويس جدا بشوكه بهرسه البطاطس ديت، او بكوبايه عندك اي حاجه مفيش مشكله خالص. ولازم البطاطا تكون معاكي سخنه عشان الزبده معاكي تدوب. هنا انا دقتها لقيت طعمها حلو والسكر بتاعها مظبوط جدا، ما زودتلهاش السكر. لو انت عايزه تزودي لها سكر براحتك مفيش مشكله. ههرسها بقى كويس جدا بالشكل ده. وبعد كده هجيب الطواجن بتاعتي، اي طاجن عندك بقى بايركس، اي طاجن بورسلين، طاجن فخار، مفيش اي مشكله خالص. هبدا ان انا احط كده حوالي معلقه كبيره، وبعد كده هحط حوالي معلقه كبيره من الحشوه اللي احنا عملناها، وبرده معلقه كبيره من البطاطا زي ما انتم شايفين كده. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. طبعا ممكن تحطيها في صينيه كبيره عندك مفيش مشكله خالص، او بايركس او اي حاجه. تمام. هنا اهو بسوي الوش بتاعها كويس جدا. نعمل واحده كمان اهو، بحط معلقه كبيره كده من البطاطا واسويها، واحط معلقه كبيره كده من حشوه الكاسترد الجميله ديت. وبعد كده بقى احط معلقه كبيره من البطاطا بتاعتي واسويها كويس. اخلص بقى كل الكميه بالشكل ده، ونشوف بقى ان هي تاخد وش ازاي. هنا ده السكر ابيض حبيبات عادي جدا، هبدا ان انا اوزعه على البطاطا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده على وش البطاطا برضو على وش السكر كده هبدا ان انا احط قطعه من الزبده زي ما انتم شايفين كده. ممكن طبعا تستبدلي الزبده بقشطه، هتبقى حلوه قوي وهتبقى غنيه ودسمه. هدخلها الفرن بقى شغلاه الشوايه لحد ما تاخد معانا اللون الجميل ده. عايزه اقول لكم بجد لذيذه وطعمها في منتهى الجميل. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم، والحشوه مخليه طعم البطاطا حلو قوي. جربوها هتعجبكم جدا وقولوا لي ارائكم في الكومنتات. ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. عايزه اقول لكم ان انا ما قدرتش حرفيا ان انا اقاومها. ممكن تاكليها سخنه زي ما انت شايفه كده، ممكن تدخليها التلاجة تبرد وبعد كده تاكليها. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.